حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، انا كده ماشيه في الشارع، قلت اروق على نفسي كده واجيب لي كوز ذره كده اروق بيه على نفسي. الذره لسه طالع، كل سنه وانتم طيبين. هنا بقى كنت رايحه انا واختي عشان تشتري نفسها تحجيب. لما لقينا التحجيب غليت، طبعا ده لما روحت البيت كده انا بصور لكم. لما لقينا التحجيب غليت قالت تعمل ايه؟ قالت تجيب واحده بس دلوقتي، ايه اللون اللي هي محتاجاه. تحجيب الشيفون يا حبايبي عامله 50 جنيه، اللي هي الوسط، مش الكبيره قوي. هي خدتها من الراجل على 45 جنيه، والله ينزل فيها ال5 جنيه جيب العافية. مش عارفة أسعار التحجيب ارتفعت كده ليه هي كمان مرة واحدة. بس عايزة أقول لكم خلي بالكم وانتوا بتجيبوا التحجيب الشيفون دي، لأن في شيفون طري وفي شيفون ناشف. ده كان من نوع الطري، فخلي بالكم يا حبايبي من الملحوظة دي. ده ورق بقى أنا جبته عشان ألزقه كده. يعني هو عامة بيتلزق على المطبخ أو على الباب أو على الكلام زي ده. انا بقى جبته النهارده عشان الزقه على جزء من الحيطه زي ورق الحائط كده. ايه رايكم في لونه؟ اختي بتقولي ان هو لونه. فانتوا يا حبايبي بقى ايه رايكم؟ بصوا برضو انا هحطه لكم كده على الحيطه، ويعني قولوا لي رايكم وشاركوني بذوقكم الجميل. بصوا شايفين زي ما انتوا شايفين كده. انا بس عملت جزء منه على الحيطه على اساس ايه، اشوف قبل ما بهدل اللفه كلها. فقولوا لي كده رأيكم فيه ايه. انا بقول على الاقل يستحمل مكان الايد. بصوا حتى انا بقول لكم يبقى غامق كده، على الاقل يستحمل مكان الايد. وهو نوع من التجديد. ما تنسوش تحطوا لي اشتراك ولايك حلو وتقولوا لي رأيكم في التعليقات.